عمرك سألت نفسك ليه ورق الزرع بيحمر؟ وده يا جمهوري العزيز بسبب حاجة تافهة جدا، وهو إن النبات سقعان. هتقول لي هات له بطانية، هقول لك بالله عليك ما تسمعش الفيديو. ايوه انا عايز اعرف دلوقتي لما النبات بيسقع ليه برضه بيحمر؟ بص كده، مش ده نبات؟ مش النبات ده بيحتوي على مجموعة من الخلايا؟ دي بقى نفس الخلايا اللي في جسمك بالظبط، فيها مية. أول بقى لما درجة الحرارة بتقل، تبدأ المية اللي في الخلايا دي تتجمد. طيب لما تتجمد، تخيل كده كيس جواه مية، أول لما المية دي بتنشف مش بتكعمش كده بالظبط، بتتمزق. الجدار بقى اللي في الخلية يتمزق، اللي هو الكيس ده الجدار. طيب أول لما بيتمزق بقى، هل النبات ده هيسكت؟ أكيد النبات ده مش غبي، يبدأ يفرز بقى صبغة اسمها الأنثوسيانين. الصبغة دي بقى هي الصبغة دي اللي هي صبغة اللون الأحمر أو البنفسجي. الصبغة دي بتحمي النبات من البرودة وكمان من أشعة الشمس الفوق بنفسجية. والأكبر من كده بقى، هي نفس الصبغات اللي في الورود، بتلم الحشرات. تعالوا أوريكم الصبغة دي. الزهرة دي فيها الصبغة، دي كمان فيها الصبغة، الريحان اللي انتوا عارفينه فيه برضه الصبغة. بقى دي كزبرة لونها أحمر، هل لو أنا أكلتها هموت؟ كلها فيتامينات، بس كده كلها كمان مضادات أكسدة.